واللي تسبوا في مجموعه ديال حنا بنينا ملعب من اجمل الملاعب فيه اليوم فيه خسائر. ثانيا السي وليد، انا استحلف بالله، واش كتعرف حجم الالم الذي تسببت فيه هذه النكبه للمغاربه؟ حدايا واحد الزميل عيطات عليه امه كتبكي دابا في الدار، ولادنا كيبكيو السي وليد، كيبكيو بالدموع، كينزلوا الدموع. علاش؟ لاننا تيقناك السي وليد، تيقناك وتيقنا المنظومه كامله ديال كره القدم، وحلمنا بالتتويج ووجهنا الزملاء في مجموعه ديالها. انا راه كنضم صوتي للزميل اللي قال لك امتى غادي تستقل. راه سؤال مشروع السي وليد، امتى غادي تستقل باش تكفر على هذا الشيء، لانه حنا عشنا في الوهم واليوم نكبه كنعيشوها. وشكرا. اول حاجه بيان سور حنا عارفين الضغط اللي كان على الجمهور واللاعبات هما بكاو في الفيستير. انا بحال اللي قلت شي تري فيير دو سيت ايكيب اللي داروا في هاد لا كومبيتيسيون حتى الدقيقه الاخيره ما تركوش، تقاتلوا، كانوا قريب يديوها على ان بينالتي، كانوا يديوها والهضره ديالك كانت تكون مقلوبه. حق في الاخر بحال اللي قلتي فيا ليشيك، il faut l'accepter, il faut l'assumer. Je ne suis pas quelqu'un qui se cache, donc aujourd'hui voilà, on a perdu, c'est la faute du coach et voilà. واللي تسبوا في مجموعه ديال حنا بنينا ملعب من اجمل الملاعب فيه اليوم فيه خسائر. ثانيا السي وليد، انا استحلف بالله، واش كتعرف حجم الالم الذي تسببت فيه هذه النكبه للمغاربه؟ حدايا واحد الزميل عيطات عليه امه كتبكي دابا في الدار، ولادنا كيبكيو السي وليد، كيبكيو بالدموع، كينزلوا الدموع. علاش؟ لاننا تيقناك السي وليد، تيقناك وتيقنا المنظومه كامله ديال كره القدم، وحلمنا بالتتويج ووجهنا الزملاء في مجموعه ديالها. انا راه كنضم صوتي للزميل اللي قال لك امتى غادي تستقل. راه سؤال مشروع السي وليد، امتى غادي تستقل باش تكفر على هذا الشيء، لانه حنا عشنا في الوهم واليوم نكبه كنعيشوها. وشكرا. اول حاجه بيان سور حنا عارفين الضغط اللي كان على الجمهور واللاعبات هما بكاو في الفيستير. انا بحال اللي قلت شي تري فيير